الولد افتكر إن المكنسة سشوار للشعر، حط شعره، ضغط على زرار تاني، طلعت قطعه بويه. الراجل العجوز جارهم كان بيشوي لحمة، البويه وقعت في الطاسة بتاعته وهو ما خدش باله خالص. العجوز ما كانش يعرف إنها وقعت، ولما جه يتغدى وياكل اللحمة المشوية على طول حس إن في حاجة غلط، ريحتها بقت زي البويه وطعمها مش حلوة. اتأكد إن الولد جارهم هو اللي عامل كده. أبوه وأمه طلبوا منه يروح بيت الراجل العجوز ويعتذر، بس الراجل عمل نفسه نايم وتجاهله. الولد افتكره عيان، قام جاب كشاف وحطه في بقه علشان يكشف عليه، بعدين جاب إزازة دواء، لكن بالغلط وقع الحبوب كلها على الأرض. أخد واحدة وحاول ياكله للراجل، بس الراجل قفل بقه. الولد ما استسلمش، طلع النبلة وضرب الحباية في بقه أول ما فتحه. الراجل بس لحسن الحظ بصقها، وأخيرا الولد قدر يعتذر له شخصيا. تاني يوم أبو الولد وأمه سافروا شغل وسابوه عند الراجل العجوز كام يوم. الولد قعد في أوضته والعجوز عمل حفلة في الجنينة، لكن البيت اللصوص أخدوا كل الحاجات اللي في الخزنة. الولد عارف وجري وراه بالعجلة، فضل يطارده لحد النهر وحاول يتفاهم معاه، بس اللص تجاهله وقعد يغسل وشه في النهر. الولد ولع نار يلعب بيها، لكن بالغلط رمى خشبة مولعة في بنطلون اللص. اللص نط في المية بسرعة علشان ينقذ نفسه. الولد اتأخر والعجوز قعد يدور عليه، وفي الآخر نام بره طول الليل. صحى من النوم وفتح عينه، لقى الولد راجع بالعجلة وفرحان ومعاه اللص مربوط. من ساعتها العجوز حب الولد ده جدقاه،